ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض ساندوتش البرجر. طبعا البرجر أكلة كلنا بنحبها جدا وكلنا بنطلبها من بره كتير، فعشان كده النهارده أنا هعمل لكم البرجر بتاعنا أحلى من المطاعم. وهنعمل البرجر بكل تفاصيلة فيه صغيرة، من أول ما كان لحمة مفرومة، وطريقة تحضير الساندوتش فروم A to Z، ومكونات الساندوتش كلها عبارة عن ايه. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي سعيد، متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. واي حد يجربه لازم يصوره ويبعت لي الصورة بتاعته. يلا بينا نبتدي. هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة، يكون فيها نسبة دهون بسيطة كده حوالي 20%، وكل ما تكون فريش كل ما يكون أحسن. هنحطها مع بعض في البولة، وبعدين هنجيب خلطة البرجر بتاعت ماجي، حلوة جدا 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 هتعجبكم قوي، وننزل عليها كده على اللحمة. مش هنحتاج معاها حاجة أصلا، يعني احنا مش محتاجين مع خلطة ماجي أي حاجة ممكن نحطها، هي جميلة جدا. احنا متعودين لما نيجي نحط بهارات على اللحمة المفرومة في الكفتة، عشان احنا بنعمل كفتة دايما بنعجن اللحمة المفرومة جامد كده. احنا المرة دي مش هنعمل كده، البرجر يا دوبك يمسك نفسه بس كده وخلاص، يا دوبك يعني نقفل اللحمة مع بعضيها. وبعدين هنجيب بقى كده اي حاجة عندنا نقدر نفرشها. وناس كتير عندها المكبس بتاع البرجر، بس انا ما كانش عندي بصراحة فاستخدمت دي. في طرق كتير قوي ممكن نستخدم فيها البرجر، المهم ان احنا نطلعه بشكل مدور. البتاعة اللي عندي بتاعة البيض الأومليت دي حلوة جدا جدا، ان انا استخدمتها كده وعملت البرجر بالشكل اللي انتوا شايفينه. اهم حاجة اكون حاطط كيس سوليفان كده تحتيه، علشان خاطر اول ما اشيلها كده بالظبط الاقي البرجراية جوه الكيس، واقدر ان انا اقفلها بشكل كويس. بصوا شكل البرجر عامل ازاي، المقاس بتاعه كويس، الحجم بتاعه كويس، تقدروا تحكموا فيه براحتكم على حسب حجم العيش كمان اللي انتوا هتستخدموه. بس وهقفلها كده. انا قلت اعملها لكم كمان مرة عشان تشوفوها اكتر من مرة وتشوفوا الطريقة بتاعتها. في ناس ما عندهاش حاجة مدورة كده، في ناس بتستخدم علبة سمنة، يعني ظهر علبة السمنة كده تقدروا تعملوها عادي جدا، مفيش اي مشكلة، الغطا يعني. هنا بقى انا قررت يعني بصراحة قصدت ان انا اوريها لكم ازاي ممكن اعملها على ايدي. يعني انا هنا عملت لكم واحدة على ايدي عشان الناس اللي ما عندهاش اي حاجة تقدر تعمل عادي جدا ومفيش اي مشكلة. وادي البرجراية طلعت بشكل جميل وكل حاجة. هنا كنت خلصت كله وجمعتهم كلهم كده متقفلين في سلوفان، في الكيس بتاع السلوفان بتاعهم احسن بكتير جدا من اي حاجة بنجيبها من بره. ودلوقتي هاخدهم واحطهم شوية في الفريزر على ما اجهز الحاجة بتاعتي اللي انا هشتغل بيها بقى. طبعا احطه في الفريزر شوية، ده هيفرق معاه. اولا هياخد من التتبيلة، تاني حاجة هيمسك نفسه شوية. يلا بينا نعمل السيكريت صوص اللي الناس كلها عارفاه، هو مش سيكريت ولا اي حاجة. هنحط مع بعض معلقتين مايونيز، وهنحط معاهم معلقتين كاتشب. انا الحاجة كانت بتخلص عندي فعشان كده بهدلت الدنيا زي ما انتم شايفين. وهنحط معلقة واحدة من المستردة، يبقى معلقتين مايونيز، معلقتين كاتشب، معلقة واحدة من المستردة. وهنحط عليهم شوية ملح، وقع مني حبة كتير بس مش مشكلة. هنحط عليهم توم باودر، وهنحط عليهم بصل باودر، مفيش حاجة تانية. بعدين هنقلبهم كلهم بقى مع بعض. وده كده السيكريت صوص اللي الدنيا كلها عارفاه، بس هو اسمه سيكريت صوص، هو مش سر خالص يعني. بس هو في البرجر هو اساسي، يعني هو اساسي في البرجر. هعمل لكم فيديو تاني قريب عن الصوصات. هنحتاج بقى معانا خس متقطع كده، وطماطم متقطعة سلايز، والبصل، لان البصل ده ليه موضوع دلوقتي هنشوف احنا نعمل ايه بالبصل، هيبقى حاجة تانية خالص دلوقتي. هنجيب طاسة بقى وعلى النار كده ونقطة زيت صغيرة، مش كتير يعني، والطاسة كده ايه دوبك نسخنها. وبعدين بقى ننزل بحلقات البصل اللي لسه شايفينها مع بعض، ونديها بقى تقليبة كده عشان ايه عايزينها تكرمل. في ناس بتحب وفي محلات كمان بتحط البصل كده زي ما هو، بس يعني بيبقى بيقرمش قوي كده فمبيبقاش يعني طعمه احلى حاجة. انا بحبه كده، وفاطمة كمان بتحبه لما بيكرمل بالشكل ده. هنيجي بقى لأهم نقطة، ده مش زيت، دول نقطتين زبدة. وهنجيب العيش نقطعه كده بقى، ونخلي العيش بقى معمول بالزبدة كده، يا سلام. يا سلام، ده بيبقى طعمه ايه يجنن. ما ينفعش نعمل برجر
غير ونعمل العيش توست. اسمعوا كلامي، ده بيوديه في حتة تانية خالص. يلا بينا بقى نجيب البرجر بتاعنا من الفريزر ونبتدي نحطه مع بعض على النار. بصوا هينزل سهل وجميل ازاي، مش محتاج ولا لازق ولا برجرية بنفس شكل البرجر بتاعها، ومفيش اي مشكلة خالص. بصوا نزل بكل سهولة وعادي، مفيش اي مشكلة. الحتة اللي انا بتك فيها دي كده حلوة، لان هي بتنزل شوية مية صغيرين كده من البرجر وبتخليه جوسي كده. نسيبه حوالي زي 3 دقايق، منحركهوش منقلبهوش عشان ميتبهدلش، ونبتدي كده ايه نقلبه. واول ما نقلبه نحط بقى عليه الجبنه. بصراحه انا كنت عايز اجيب الجبنه بتاعت التشيز برجر، بس ما لحقتش اجيبها. بس كنت عايز اعمل لكم الفيديو فحطيت جبنه موتزاريلا. هي اي نوع جبنه هيفيد بالموضوع، يعني هيخليها لطيفه. ونغطيها بقى ايه الدقيقتين الاخرى دول في التسويه عشان الجبنه كده تسيح من البخار. ويلا بينا بقى نحضر الساندوتش بقى. هنيجي بقى في اول طبقه، احنا هنعمل بقى ايه ساندوتش هتشوفوه دلوقتي. اول طبقة هنعملها مع بعض هنحط فيها كده السيكريت صوص بتاعنا. بعد كده ننزل بالخس بقى عشان نعمل بقى ايه الطبقة العازلة بتاعتنا دي. بعد كده بقى نحط اول برجراية. بصوا شكلها حلو ازاي بقى. بصوا بقى الاونيون رينج بقى البصل الحلقات، حاجة كده فظيعة. بعدين نيجي بقى بالجزء التاني بتاع العيش، عشان احنا بقى هنعمل بقى الساندوتش الكبير ده. نشوفه دلوقتي شكله عامل ازاي، وهنشوف قد ايه هو جوسي. وبعدين ننزل بقى بايه بكمان برجر، والجبنة سايحة كده وشكلها يجنن. وبعدين نجيب بقى آخر طبقة فوق من العيش ونحط بقى فيها سيكريت صوص تاني. وما ننساش بقى ايه سلايس الطماطم بقى. ايوه يجنن. بعدين نقفل بقى كده ايه، ايوه مسك نفسه اهو. خلاص خلاص مسك نفسه. بصوا الجمال. طبعا هتقدروا تحكموا في الموضوع براحتكم بقى. بصوا شكله طالع عامل ازاي. انا بصراحة مش مصدق نفسي ان هو طلع بالشكل التحفة ده، مع ان انا بعمله كتير يعني. انا كنت لازم اوريهولكم من جوه. انا ضحيت بالساندوتش وقسمته 2، مع ان انا مش بحب اعمل كده، بس كنت عايز اوريهولكم من جوه. بصوا سخن ازاي. بصوا بقى جوسي ازاي. طبعا جوسي ازاي دي يعني ما بانتش قوي في الفيديو، بس يعني انا حسيت بيها لان هو بهدلني. يعني تحفة بجد، تحفة. البرجر لازم يبقى جوسي وطعم اللحمة لازم يكون موجود. بالهنا والشفا. باي باي.